بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونرحب بكم من يوم الأربعاء 17 من شهر ديسمبر لعام 2025 عبر البث الحي المباشر من المملكة العربية السعودية من ميدان الملك عبد العزيز، ضمن انطلاقاتنا المستمرة واندفاعات سباقات الهجن ضمن انطلاقات جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن لهذا العام. وصلنا بحضراتكم لانطلاقة 5 أيام هذا المهرجان وهذا الكرنفال الكبير وهذا الدعم السخي من ولاة أمرنا، حفظهم الله ورعاهم من كل شر ومكروه يا رب العالمين. في هذا اليوم الذي خصص لانطلاقات اللقاية وملتقى الأسماء والشعارات الحاضرة والملاك القادمين من جميع الميادين، من جميع ميادين السباقات، كما نرحب بكل الضيوف، بكل الأشقاء القادمين من دول الخليج والأشقاء القادمين من الدول العربية هنا في المملكة العربية السعودية، هنا في هذا الصباح الذي خصص لانطلاقة مسافة 5 كيلومترات. كل التوفيق لكل المشاركين، متابعينا في كل مكان، متابعي قناة السحراء والقنوات الناقلة لهذا الحدث الهام. انطلق وعلى بركة الله أول أشواط هذا الصباح عند إشراقة يوم جديد وسن اللقاية والشوط الرئيسي. نتقدم وإياكم مباشرة إلى الشعار الأزرق. هنالك سليمان بن سلامة بن سليمان الفايد الجهني بونادر يقدم لنا هذا الانطلاق، يندفع باندفاعة شعاره منذ بداية هذا المهرجان. قدم لنا انطلاقة واندفاعة هذال والأسماء العديدة هنا بشعار بونادر، يحضر بنوادر هذا الشعار. كل التوفيق لكل المشاركين. المركز الثاني وصل هنا متابعينا في كل مكان، وصل راعي يمشى وحمد بن نهيان بن سالم العامري مع النصيبة. هنا متابعينا الكرام هذا البطل المتقدم من يقدم لنا النصيبة حاملة للرقم 1. هنا المتصدر في المركز الأول حتى هذه اللحظات هنا لجائزة سيف السعودية، وباحثا أيضا عن جائزة كأس مصيحة لهذا العام في جائزة الملك عبد العزيز. يقدم لنا نصيبة وأيضا هو الذي يحظى بالنصيب الأكبر بالحوز والفوز والانتصار بهذه الجوائز الضخمة. المركز الثاني أو الثالث، مرحبا بهذا القدوم من يدفع لنا بانطلاقة طغى، من قدم لنا طغى على المركز الثالث. هنا راشد بن حميد بن ناصر بن سالم الهاشمي، يندفعون أبناء سلطنة عمان. مرحبا بأبناء السلطنة، مرحبا بأبناء السلطنة هنا في المملكة العربية السعودية. يصل الهاشمي على المركز الثالث. المركز الرابع، الله يا الأسماء الواصلة من يصل في هذه اللحظات. الله
هي المخلفي مع المتحدة وماركة المتحدة الغنية عن التعريف التي تدل طريق الانتصارات والأشواط الرئيسية في جميع المهرجانات. هنا يقدم لنا المتحدة عبد الله بن حمد بن حثلين المخلفي قادما هنالك من المدينة المنورة أو الحناكية. هنالك متابعين الكرام المركز الخامس أرى الوصول في هذه الأثناء ولعب شعار الشمري. هنا احضر بالراضي بن جلوية الشمري من يقدم لنا اندفاعتي وانطلاقتي هذا الاسم. هنا احضر بالراضي بن جلوية الشمري يقدم لنا انطلاقتي ولع واندفاعتي ولع على هذا الشوط. متابعينا الكرام هنا حضيري بالراضي بن جلوية الشمري ولكن لنا عودة. الله راعي اليمشى يتسلل يندفع أقبلنا على كالكيلو الأخير يا عبد الله يا بن هيان يا العامري بمحمد يتابع لنا هذا الشعار. راعي اليمشى يحضر في هذا الصباح في الشوط الرئيسي أول أشواط اللقاية الأخير يا راعي اليمشى حذاري من انطلاقة شقرة على المركز الثاني. هنا أبناء المملكة وأبناء دولة الإمارات يتنافسون من أجل النوماس الصباحي في أول أيام انطلاقات اللقاية في ضمن انطلاقات جائزة الملك عبد العزيز الصياهد أبناء المملكة وأبناء دولة الإمارات. ولكن أبو نادر الحصاد بن رويشد يقدم لنا شقرة بمتابعة عبد الإله بن دخيل الله بن سلامة الجهني بن سلامة. لا بالله من سلامة في مثل هذه الأشواط الرئيسية يدل طريق الانتصارات والنواميس. أبناء المملكة سلام أبناء ميدان ينبع بنادر من نوادر هذا ميدان ينبع يحضر في الشوط الرئيسي. سلام يا ابو نادر سلامي لمالك هذا الشعار سليمان بن سلامة بن سليمان الفايدي الجهني صايد وفايد يا الجهني خاطفا للشوط الرئيسي. سليمان بن سلامة بن سليمان الجهني من قدم لنا شقرة خاطفا للشوط الرئيسي الأول. النصيبة ثانيا حمد بن هيان بن سالم العامري. المركز الثالث هنا لهم بن طالب بن محمد بن شريم المري مع وهج. المركز الرابع وصول من جويعد بن فهيد بن ناصر العجمي مع ذنانه على المركز الرابع. المركز الخامس وصول من شعار مطلق بن علي بن عيد الخمعلي العنزي مع ريتاج على المركز الخامس. متابعينا في كل مكان هكذا صراع الشوط الرئيسي وملتقى الشعارات العملاقة في هذا الصباح. وكان الشوط الرئيسي مسجلا باسم الحصاد بن رويشد حضر منذ بداية هذا المهرجان من سن الحقائق ويواصل الإنجازات المستمرة بشعاره في هذا الصباح وملتقى اللقاية في هذا الصباح. حضر بشقرة في الشوط الرئيسي الأول. التوقيت الزمنية يا مخرجنا العزيز للخمس المراكز الفائزة في هذا الصباح وفي الشوط الرئيسي للقاية الابكار. هنا الخمس المراكز. هنيئا لكل الفائزين لكل الحاضرين لكل الأبطال المقدمين لنا هذه الأصايل والنوعيات المميزة هنا في أضخم وأكبر المهرجانات. هنا 7 دقائق 39-60 جزءا من الثانية توقيت شقرة. سليمان بن سلامة بن سليمان الجهني مشكور يا ابو نادر على هذا الانتصار. النصيبة ثانيا